بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اذكروا الله يا حبايبي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ صباح الفل عليكم، يا رب كده تكونوا بألف خير وبصحة وسعادة. النهاردة بقى ان شاء الله جينا كده بفيديو سريع وفيديو جديد. هنعمل ايه؟ هنجيب فراخ زي ما انتم شايفين كده. انا جبت فرخة طبعا وزنها صغير، عشان انا جايبها صغير عشان هعملها وصفة مناسبة للفرخة، ايه حجمه صغير يعني كيلو ونص. جبتها كده زي ما انتم شايفين، طبعا متنضفة زي الفل ومنقوعة في المحلول، الخل والملح والدقيق والليمون وجنزبيل. جبتها غسلتها زي ما انتم شايفين ونشفتها وقطعتها. قطعتها ايه، كل حتة يعني كل ربع حتتين، يعني على 8. زي ما انت شايفة كده انا قعدت حطيتها، جبت كده العلبة اللي انت شفتها دي، وايه حطيت الفرخة في العلبة، وجبت على البوتاجاز مية زي ما انت شايفة كده ايه، حوالي رتل ونص مية. وجبت البهارات بتاعتنا، هنغلي المية بتاعتنا هنغليها تغلي. ونزلنا بالبصل، كان جوز بصل كده إيه قطعتهم. وجبت البهارات، بهارات فراخ، كزبرة ناشفة، فلفل اسود، كمون، حبهان مطحون وحبهان حب و... وبابريكا وشوية شطة، يعني بابريكا على شطة. وجبتها حطيتها ايه في ميه، اللي هي الميه اللي احنا غليناها دي. جبت الميه اللي احنا غليناها، نزلنا بالميه على الفراخ طبعا مغليه. وسبت شويه كده، ما حطيتش الميه كلها على الفرخ. الميه المغليه المبهره دي اللي تبلناها بالتوابل، ما حطيتهاش كلها. يا دوبك غطيت الفراخ بالميه المغليه وغطيت عليها وسبتها. احنا بقى حشنا كده على جنب ايه شويه ميه كده لوحدهم، وهنشوف ان شاء هعرفكم في الفيديو احنا هنعوزهم عشان ايه. يعني شلتهم على جنب لوحدهم علشان ايه. انا جبت هنا بقى ايه البوله اللي هعمل فيها بقى الدقيق. هجهز بقى الدقيق اللي هنعمل به الفراخ. جبت هنا كوبايتين دقيق. ومعانا كمان 3 معالق كبار نشا، يعني حوالي نص كوبايه نشا اهو، زي ما انتم شايفين 3 معالق كبار. هنزل بالنشا على الدقيق. آه وايه طبعا الفراخ متبهرة يعني في المية، حاطينها توابيلها وبهاراتها، وكمان في المية اللي احنا شلناها في البولة اللي هي لوحدها دي. مش هنحتاج بقى نبهر بقى ايه الدقيق. انا جبت بقى الدقيق بتاعنا هو على النشا، قلبتهم على بعض، وجبت الفراخ بتاعتنا سبتها حوالي ساعة في المية المغلية. لما المية بردت عليها كده وحسيت ان الفراخ بتاعتنا خلاص خشت في السوا كده، خلاص هنجيبها بقى نشيلها من المية المتبلة دي، والتتبيلة بالبصل وبالبهارات اللي انت شفتوها دي. وهنجيب الفراخ بتاعتنا زي ما انت شايفة كده يا حبيبة قلبي. جبت هنا الدقيق وبالنشا، وهننزل بالفراخ. هنشيلها من المية اللي احنا متبلينها فيها كده، في الدقيق نقلبها كده في الدقيق، كام تقليبه كده في الدقيق. لما نحس ان الفراخ خلاص اتشبعت بالدقيق خالص اهي، وهنرجع بقى نجيب، شوفوا الميه بقى اللي انا كنت شايلها على جنب اهي. الميه هي اللي هي هننزل بها بقى الفراخ. يعني جبت الفراخ كده اهي زي ما انت شايفه كده، هننزلها في الميه طبعا ريحتها جميله جميله. ما اقدرش اقول لكم قد ايه طلع ريحتها جميل. وهنحطها كده في الميه اللي هي متبله دي، وهنرجعها في الدقيق تاني. هنرجعها في الدقيق تاني لحد ما تتشبع خالص بالدقيق. وهنكون احنا بقى مسخنين الزيت على البوتاجاز، وهننزل بقى الزيت بتاعنا طبعا زيت غزير اهم زي ما انتم شايفين. هننزل بقى بالفراخ بتاعتنا بعد ما قلبناها بالدقيق. برضو كان بنفس الطريقة. جبنا الفراخ من المية اللي هي متبلينها فيها على الدقيق، وبعد نشيلها تاني بالدقيق، نرجع تاني نرجعها في المية، ونرجع نرجعها الدقيق تاني. وزي ما انت شايفة كده الدقيق على نشا هيخليها مقرمشة وجميلة،
وما اقدرش اقول لكم على ريحه الميه اللي احنا متبلينها دي، والميه التانية اللي بنقلب فيها الفراخ ريحتها جميله. والفراخ بتاعتنا انا سبتها كده بهدي عليها النار عشان الفراخ بتاعتنا طبعا هي ما استوتش، يعني ما سويناهاش على البوتاجاز، احنا حطينا لها بس ميه مغليه يعني خشه في السوا بس. فاحنا هنهدي عليها البوتاجاز خالص. حتى انا كنت بغطي بغطا حله كسرولة اي حاجه على الطاسه كده، وهدي البوتاجاز خالص بحيث ان الفراخ بتاعتنا تستوي. وبعد ما احس ان هي استوت اقوم معليه النار علشان الفراخ بتاعتنا تطلع مقرمشه، وطالعه مقرمشه وتحفه زي ما انت شايفه كده، واستوت. وما اقدرش اقول لكم على ريحتها جميله. تحس ان البهارات في قلب الزيت، يعني البهارات كده اللي احنا حطيناها مع الفراخ دي في الميه اللي تبلنا فيها الفراخ، تحس ان هي طالعه كده وانت بتحمري الفراخ. احنا بنهدي عليها النار وبغطي عليها، انا بغطي على الطاسه بغطا. وبعد بقى ما يحس ان الفراخ خلاص استوت، بقوم جايه معليه النار عشان الفراخ بتاعتنا تتقرمش، وتبقى حلوه كلها كده مقرمشه. برضو هنخلص الفراخ بتاعتنا زي ما انت شايفه بالطريقه دي، من التتبيله في الدقيق، ونرجع تاني نحطها في الميه، ونرجع تاني نقلبها تاني في الدقيق وعلى الزيت، من الدقيق على الزيت على طول. وزي ما انت شايفه كده حبيبه قلبي الفراخ تحفه، احلى طريقه. الفراخ الكنتاكي الجميله جميله ومقرمشه، وبتبقى تحفة في الأكل. تاكلها بقى بعيش، وجنبيه مثلا طبق سلطة خضراء، طحينة، اللي تحبيه. شوفوا الفراخ طالعة جميلة مخرفشة كده، بتخرفش كده وانتم مطلعاها من الزيت، وفي نفس الوقت مستوية. هنخلص بقى الفراخ بتاعتنا، هي خلصناها عطشة حتتين بس، بنهد عليها. يعني بصوا انا قعدت سويتها خالص خالص كده، بقت مستوية دايبة في الزيت. ليه؟ بغطي عليها وبسيبها. يعني انا حطيتها دلوقتي، هحط بقى عليها غطا واقلبها كل شويه، اقلبها وهديها النار، وساعه ما بتستوي احس ان استوت اقوم جايه معليها النار عشان الفراخ ما قرمش خالص. احنا خلصنا الفراخ بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. بصوا الفراخ دايبه دايبه كده، دايبه بتدوب في البق، وجميله، والفص ابيض وجميله، وفي نفس الوقت الكفر اللي احنا بنعمله لها دي مقرمش وزي الفل. ودي الفراخ بتاعتنا يا حبايب قلبي. لو وصلتوا لعند كده ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وكومنت حلو كده منكم تشجعوني حبايب قلبي. يا رب كده يديمكم نعمة في حياتي. ولو انت عايز تاكلها بعيش او تعملي لها مثلا طبق رز اصفر، انا بقى عملت كوسه، هي طبق كوسه كده، وعملت رز ابيض عشان الولاد ما بقوش يحبوا الرز الاصفر كده، ويعني عشان العيش. وده كان الفيديو بتاعنا حبايب قلبي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، واشوف وشكم على خير فيديو جديد ان شاء الله، ومع الف الف سلام.